يا سيد دي مسائل عائلية. أنا لازم أقول. ده أنا اللي هقول وحلفت لأقول. الأكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. صح العيال اتسحروا يا سهير. يوه ما العيال اتسحروا من مدة وناموا بدري. يصبحوا على خير. تتسحر انت؟ امال بقى هتغدى؟ اتفضل ادخل والسحور على السفرة وكل حاجة في الصحون موجود. طب وانت؟ لا مش واكل. خير ان شاء الله. معرفش نفسي الليلة دي مسدودة. يا ساتر استر مش عوايدك والله. ولا الليلة دي الاكلة ماهيش هي. بالعكس ده الليلة دي السحور متكلف. وعشان كده بتوفر لنا شوية يمكن كده بقى ربنا يقويكي. وما كلش يعني؟ انت فرحان فيا؟ طب راح اتسحر واغيظ. لا خليك عاقلة. اصل انا عنادية اهو. يا ساتر. طب حيلك. ما تسيبني هتقر عليا. وتقولي نفسك مسدودة. يا ريتها مفتوحة شوية. اشرب يا ماما. قوم اسقيها. ايه اسقيها؟ اسقيها انت وروحي لها. ما قومش وانا باكل ابدا، لا فاضية ولا بقي فاضلها. اسقوني عطشانة يا بابا. قاعدة وبنتك عطشانة. تعالي تعالي. لا 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 ما تقومش من الفرشة لا تكون عرقانة. انا جيت يا بابا. اهلا اهلا. تعاكلي. انا شبعانة. متسحرة؟ انا واخويا وماما اكلت ويانا. امشي يا بنت على سريرك. حاضر. الله وليه تشخطي فيها؟ هضربها. ما تمديش ايدك. بنتي ولازم اربيها. يا بابا ما عملتش حاجة. بس خلاص. الله مالك بيها. خش يا حلوة خش يا حلوة اوام نامي. الصبح لازم اوريك. فتنت عليكي ما تقصدش. طب كنت قومي واسقيها. هسقيها منك عنها يعني جزاتي. وعرفتم مين الغلطان. دلوقتي سمعتوا كمان وعرفتم مين الغلطان. طبعا هو. ابدا هي. فوز المحقوق 100%. انت يا سهير مش طبيعية. بالعدل عشان نحكم بينكم نقابلكم في الحلقة الجاية ونشوف مين فيكم الغلطان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. لقاؤنا غدا مع سيد وحرمه في رمضان. تمثيل اوعي يا مستمعين خليكوا شاهدين. هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد دي مسائل عائلية. انا لازم اقول. ده انا اللي هقول وحلفت لأقول. الاكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. يا بطني يا رب يا رب. سهير قوم الحقيني بشاي تاني. نعمين يا سيد هنخالط. في ايه؟ ده كام شاي في ثواني. الله يا ريته تاني او تالت. انا قلت شاي هتحاسبيني. الشاي ده كتر. هتقوحي. دي نصيحة. مش وقته سيبيني اللقمة كبسة على مراوحي. طب اهدى بس وخد نفسك. ما انت اللي بتجيبه لنفسك. تصوري انسان صايم طول النهار واقع من الجوع ويضرب المدفع يلقى قدامه اكل بتاع اسبوع هيعمل ايه؟ يفضل صايم؟ قولي لي حل يكون مبلوع. ما ياكلش اكتر من طاقته. ما هو اللي بيصوم يبقى قنوع مش على الفطور بايديه الاتنين ينزل كده زي المسروق. يا رب ما انت السبب في اللي جرالي. ازاي؟ مانيش فاهمه الموضوع. لما بسلامتك حطالي على السفرة 50 صنف ونوع. السفرة لما تكون زحمة جايز ضيوف فجأة يجونا يلقوا الفراخ جنب اللحمة والرز جنب المكرونة. يا رب اكرم ضيوفنا بكترهم. وانا وانت نكبر في نظرهم ويردوها لنا بطاقة 2 لما نروح مرة نزورهم. رمضان كريم ارزاقه كتير ربك موسعها علينا. وعشان ما خيره كتير يا سهير نقوم نبعزق بايدينا. بقى بعد ما تفضي الاطباق دلوقتي جاي تقلبني. كنت اعمل ايه؟ وانت بتاكل على الغلطة دي كنت حاسبني. وقت البطولة
طول بيتوه عقلي، ولا حس لو حد ضربني، ولا كلمة ولا لقمة بتطلع من بقي، والأكل عجبني. كانت أكلة طعمة. يا سلام، وحلوة كتير وتستحق عليها الضرب. وليه بقى؟ ما تنسيش يا سهير ان احنا لسه في حالة حرب، يعني تسيبك من التبذير. وانت تبطل أكل كتير. دلوقتي سمعتوا ده كمان وعرفتم مين الغلطان. دلوقتي سمعتوا ده كمان وعرفتم مين الغلطان. طبعا هو ابدا هي فوزي المحقوق 100%. انت يا سهير مش طبيعية. بالعدل عشان نحكم بينكم، نقابلكم في الحلقة الجاية ونشوف مين فيكم الغلطان. سيد ما حرمه في رمضان. اوعي يا مستمعين، خليكوا شاهدين. هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد، دي مسائل عائلية. انا لازم اقول. ده أنا اللي هقول وحلفت لأقول. الأكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. سعيدة يا زوجي الأستاذ. يا ميت هلا، مرحب بيكي. ما شاء الله، جاية من برا نور الفرح كله عليكي. اسكت بقى على اللي عملته. عملت ايه يا سهير؟ قولي. جننتهم لك في الحفلة. سابوا العروسة وبصولي. ايه السبب؟ ليه؟ مش شايف؟ اسف، عينيا اللي خانوني. معلش، علشان تعذرهم. دول اتلهوا لما شافوني لابسه الفورير فوق الفستان، بينور الليل لو ضلم. والارض شو يا حياتي كمان، ده يخلي الاخرس يتكلم. الله الله الله، الله اكبر. الله، فرير هايل. الله، بذمتك ده بكم شرياه؟ يساوي كام؟ ده يساوي كتير. كلام في سرك، انا شحتة. وليه كده يا سهير هاي؟ خليني اظهر واتظاهر. وليه ما نمشيش في حدودنا؟ الناس بتحكم بالظاهر. على كل حال مش أديتي واجب يا أمورة وكده. من ناحية الواجب يا سلام، أنا بقى عملت عمايل. شفت العروسة؟ وكمان نقطتها بمبلغ هايل، خليت رقبتك 6 امتار وبقالي على الكل جمايل. عشان كده بقى يبصولك وكبرت في نظر المعازيم. وعشان بحمل اسمك بثبت لهم ان انت عظيم. وفلوسي فين يا ام العظمة؟ ضيعتها على الاخر مليم. بقى كده كتر خيرك وشاطرة والله وفالحة. والحظ من حسن ضميرك ادالك الزوجة الصالحة. يعني جزاتي. دلوقتي سمعتوا ده كمان وعرفتم مين الغلطان. دلوقتي سمعتوا ده كمان وعرفتم مين الغلطان. طبعا هو ابدا هي فوزي المحقوق 100%. انت يا سهير مش طبيعية. بالعدل عشان نحكم بينكم، نقابلكم في الحلقة الجاية ونشوف مين فيكم الغلطان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. اوعي يا مستمعين، خليكوا شاهدين. هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا ساجد، دي مسائل عائلية. انا لازم اقول. ده انا اللي هقول وحلفت لأقول. الأكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. قاعد كده فايق رايق وفي ايدك الجرنان. يا سلام. ليه انت عايزانا اتضايق؟ الشر بره وده اسمه كلام. شايفك لا بتفكر يعني ولا كأن حصل حاجة. اصلا ما افكر هتعكر والمسألة مش محتاجة. والشركة مش قلنا نفضل؟ ونصيبي في راس المال فين؟ هات الدفاتر وانا حاسبك وتدفعي نصيبك في الدين. ادفع كمان؟ مش مشاريعك. مين اللي قالك تتدخلي؟ انا قلت قرش هينفعنا
وحاجة هتزود دخلي. حاجة ولا بنفهم فيها. مين اللي قال لك خشيها؟ واللي انحشر في اللي مالوش فيه يبقى فلوسه بيرميها. انا قصدي اكسب مش اخسر، وعشان كده بعت مسالي. دي راح تفتح محضر وناوية تقلب لي دماغي. وطبعت لي ليه من الاول؟ فاكرها صفقة هتفيد؟ وليه تغرقني يا سيد؟ انا ضربتك على ايدك. القصد انا عايزة فلوس. حاضر يا سوسو من عينك. امتى؟ اما حرمك الاول ما عدت تاني تشاركيني. وليه بقى؟ مش لعبتنا. وفيها ايه؟ مش دي تجارة؟ وتشاركي في المكسب وخلاص. امال هشارك في خسارة؟ الشركة على دي ودي، مش بس علشان مكسبها. واللي يكون عنده ماهية يسيب التجارة لأصحابها. فعلا يا سيد. دلوقتي سمعتونا تمام وعرفتم مين الغلطان. دلوقتي سمعتونا تمام وعرفتم مين الغلطان. طبعا هو. أبدا هي. فوزي المحقوق 100%. أنت يا سهير مش طبيعية. بالعدل عشان نحكم بينكم نقابلكم في الحلقة الجاية ونشوف مين فيكم الغلطان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد. اوعي يا مستمعين، خليكوا شاهدين. سيد. هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد، دي مسائل عائلية. أنا لازم أقول. دي أنا اللي هقول وحلفت لأقول. الأكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. بتعملي إيه يا سهير؟ خضتني. إيه؟ يا ألف خسارة. إيه؟ قاعدة لوحدك في المطبخ ومولعة يا أخت سجارة. مش قادرة انطق بالجملة. وست عقلة كده زيك تشرب سجاير، دي معاملة. أول سيجارة في حياتي. ما هي أخت بكرة جربوا بقى تجر التتبيلة كتير. ديت في الشغل بطريقة أنا الشوي بشوف وقولوا لي زميلاتي ايه رأيكم. يا بيشربوا. رب تكون الوصفة بتاعتي عيب يا عجبتكم. سهير. ده أنت ممكن ترتكب كمان الغلطة نشوف وعليها ندخل تيجي معاكم تأنبني. مرحبا. ارمي السيجارة اللي في إيدك بعدين حاسبني وعاقبني. أنا بشربه غصب عني. وادي أنت بتشوف عذابي. ويا ريتني ما كنت بدخن. يجازيهم المولى أصحابي. بتشربوا عشان تجاملهم؟ لا يا حبيبتي، أجامل مين؟ نفس في 5 في سجارة وشجعوني على التدخين. واللي انت حللت روحك بتحرمه ليه على غيرك؟ أصل أنت يا أخت تهميني. ميرسيها قوي، كتر خيرك. هشرب لي في الجمعة سجارتين. ممنوع. ممنوع بتاتا يا عينيا. اشمعنى يعني بقى سيادتك عمال تولع دية بدية؟ والله بدي أبطلها وأعدي من شر الدخان. دي فرصة، لو ناوي تبطل واحنا في رمضان. خلاص وممنوع التدخين. احلف لي واوعك تسحبها. ومن الليلة دي متفقين لا أنا ولا أنت نشربها. دلوقتي سمعتونا تمام وعرفتم مين الغلطان. دلوقتي سمعتونا تمام وعرفتم مين الغلطان. طبعا هو. أبدا هي. فوزي المحقوق 100%. أنت يا سهير مش طبيعية. بالعدل عشان نحكم بينكم نقابلكم في الحلقة الجاية ونشوف مين فيكم الغلطان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد. اوعي يا مستمعين، خليكوا شاهدين. سيد. هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد، دي مسائل عائلية. أنا لازم أقول. دي أنا اللي هقول وحلفت لأقول. الأكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. أما أنا عندي مفاجأة يا سيد. إنما إيه؟ لا وحياتك. لا، دي مفاجأة هتسرك لمصلحتك. أصل أنا مش قد مفاجآتك. انت امبارح قلت لي ايه؟ عن إيه؟ على الحالة المادية. فل. ولكن من إلحاحك قلت أنا معذور بس شوية. وانا لما سمعت الموضوع ده إيه اللي حصل لك؟ إيه يا عينيا؟ طول الليل من زعلي ما نمتش، والصبح عملت اللي عليا. إيه بس اللي أنت عملتيه؟ ما عملتش غير المعروف. معروف مين؟ طب غمض عينك بعدين فتح وانت تشوف.
لا خلينا نفتح. دي مفاجأة تسرك بصحيح. غمض عينك. اكل ملبق. غمض، بلاش تفتيح. فتح بس. انا شايف حاجة. طب فتش جيب الصدر. ايه ده جنيهات وده ايه؟ جنيهات ايه ده؟ لا جنيهات ياما، انا بحلم. ده انفتح لك طاقة القدر. لا دي مفاجأة عظيمة. ايه 10 15 50. ايه ده؟ ايه انت عطرت في بير بترول ولا قوليلي ورثت في مين؟ لا عطرت ولا ورثت يا اخويا، ولا لسه قبضت الارباح. امال بس منين؟ راح اقول ايوه قوليلي عشان ارتاح. الست العاقلة يا روح مامتك على جوزها ما تعزش حاجة. ده كلام عام. وانا لاجل عيونك بعت الخلاط والتلاجة. ايه بتقولي؟ اللي انت سمعته. اللي سمعته يغز ويكيد، ونبيع حاجة علينا قصادها. يحصل ايه؟ جنح التبديد. ما يهمكش، الصيف القادم يمكن يجي موديل جديد، يعني جزاتي. دلوقتي سمعتوا ده كمان وعرفتم مين الغلطان. دلوقتي سمعتوا ده كمان وعرفتم مين الغلطان. طبعا هو ابدا هي. فوز المحقوق 100%. انت يا سهير مش طبيعية. بالعدل عشان نحكم بينكم، نقابلكم في الحلقة الجاية ونشوف مين فيكم الغلطان. سيد ما حرمه فرنسا. سيد اوعش يا مستمعين، خليكوا شاهدين. سيد هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد، دي مسائل عائلية. انا لازم اقول. ده انا اللي هقول وحلفت لاقول. الأكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. ايه للسحور عندك يا سهير؟ ولا اي حاجة بالمر. ازاي؟ ما انا عاملة حساب انك بتتسحر بره. لكن ده انا ما سحرتش. الساعة كام دلوقتي معاك؟ 3 وانت سحرتي؟ طبعا، وانا قمت استناك كده ببساطة. مش قصدي. وبلاش سحور. ايه راح يجرى انوي الصيام من غير ما اكل. ما تبقى تتسحر بكرة. اسلوب غريب. خبر ايه يا سهير؟ مالك يا سيد زعلان ليه؟ راجع لي بيتك وش الفجر وجاي تسأل تاكل ايه؟ انا حر اسهر كيف اشاء. وانا برضو زيك ليا حقوق، ومادام بتسهر بره البيت ما تبقى تتسحر في السوق. وانا بسهر اللي عشان رمضان وفي بعض الليل صاحي. رمضان ما قالكش يا استاذ على القهوة تسهر صباحي، اسهر في بيتك مش بره. والخروج اصبح ممنوع. اقعد هنا في وسط ولادك وبره ليلتين في الاسبوع. ايه ده بقى؟ ايه خلاص الامساك من غير سحور. الله الله. على خير بقى تصبح صايم، وده درس عمرك ما تنساه. دلوقتي سمعتوا ده كمان وعرفتم مين الغلطان. دلوقتي سمعتوا ده كمان وعرفتم مين الغلطان. طبعا هو ابدا هي. فوز المحقوق 100%. انت يا سهير مش طبيعية. بالعدل عشان نحكم بينكم، نقابلكم في الحلقة الجاية ونشوف مين فيكم الغلطان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد اوعش يا مستمعين، خليكوا شاهدين. سيد هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد، دي مسائل عائلية. انا لازم اقول. ده انا اللي هقول وحلفت لاقول. الأكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. هروح ازاي دلوقتي؟ كام تاكسي فات واحنا شاورنا. اديكي شفت وصدقت. في اي سواق عبرنا؟ طب ودي واقفة؟ يعني بندها دي حاجة تفلق وتحير. انا عايزة اقول نتمشاها. لو بس مشوارنا قصير.
في تاكسي مهدي، اجري اجري الحقه. يعني اجري وراه؟ بيفوت بسرعة وبيعدي. وهنعمل ايه؟ امرنا لله. دقيقة واحدة ما الحق ده. استنى فين ده؟ استنى على بعد شوية. رجعت ليه؟ ايه حد ندهله؟ هقول لك استنى عليا. بصي، بقول له وصلنا الدقي، عايز ياخدنا المطرية. ده باين له سواق دمه خفيف. لا، من العتبة رحت في مرة كمان القصر ازور واحد عيان، وخرم السواق في بولاق ولف بيا من حلوان. مش يبقى من حق الركاب تقول له خش شمال ويمين؟ ده قبل ما بيفتح لي الباب لازم يحقق رايحين فين. التاكسي بقى زي الاتوبيس شغال على خط معين. ما يعلقوا بقى يافطة عليه ويفهمونا طريقه منين. طب والمهم؟ راح اعمل ايه؟ نستنى في السكة لبكرة ولا ناخدها كعابي؟ فكرة ونبقى وفرنا الأجرة. بذمتي أحسن فكرة. دلوقتي سمعتونا وعرفتم مين الغلطان. دلوقتي سمعتونا كمان وعرفتم مين الغلطان. طبعا هو أبدا هي. فوزي المحقوق 100%. أنت يا سهير مش طبيعية. لعل عشان نحكم بينكم نقابلكم في الحلقة الجاية ونشوف مين فيكم الغلطان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. اوعي يا مستمعين، خليكوا شاهدين. هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد، دي مسائل عائلية. أنا لازم أقول. ده أنا اللي هقول وحلفت لأقول. الأكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. جاي بإيدك فاضية مش زحمة جاي في آخر فوق. ولا جبت لي مجلة حوا ولا جبت لي أحدث كتالوج. وليه كتالوج ومجلة؟ ما تشوفي أزياء معروضة، يا تمشي في الشارع وانت تشوفي ناس آخر موضة. أنا عايزة موضة ما نزلتش مهما يكون سعرها غالي. ما يهمنيش. طب فيه موضة واحد أوروبي شرحها لي وقال لي اوعى تجيب سيرة بالفكرة اللي تحرقها لي. قول إيه هي؟ لا ده محلفني. وحياتي لا أنت قايلها لي. لا حرام، ده موصيني وكلت عيش وملوحة معاه. لكن ما دام حلفتيني هقول بقى وامري الى الله. طب قول بصوت واطي. نعمين حنجرت ما اقدرش احوش. انا خايفه لا تزعق بعدين تسمع حجرتي وتلطش. ما يهمكيش ابدا يا سويد. قول يا حياتي. عندي بدال الموضة كتير. قول. موضة اسمها موضة البالون. بكمام كاوتش ومنفوخة. يا سلام. الصدر حرف الاف كمان. اف. وعليه فيونكة وشخشيخة. وتلبسوا الست الديليكا هتبقى زي البطيخة. وبيتلبس على جزمة ازاز ونعلها باركيه. يا سلام. والجزمة راح يبقى لها جيوب وكعبها يكون من قدام. وانت عرفت منين يا سويد؟ ما هو انت بتقول اي كلام. كويس اللي فهمتيني. انا اصلي قدرت ظروفك وقلت صايم معلش سبتك تخرف على كيفك. طب والمضاد ايه غير تخريف؟ ما كلنا على دي الحالة. بس اللي بدعوها الستات وزودوها الرجالة. دلوقتي سمعتونا كمان وعرفتم مين الغلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خليكوا شاهدين. هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا ساجد، دي مسائل عائلية. أنا لازم أقول. ده أنا اللي هقول وحلفت لأقول. الأكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. الإبرة والفتلة يا لوسي. الإبرة والفتلة يا لوسي. لوسي ما خرجت من ساعتين. والإبرة عايزاها عشان إيه؟ راح أرفي فستاني الديولين. إيه؟ مترز لسه يا دوب جايباه. حتى ما كملش الأسبوع. وجراله إيه؟ منهم لله جيراني. إيه بس الموضوع؟ أقول لك إيه وأعيد لك إيه؟ أقول عشان تشمت فيا؟ أشمت إيه؟ لازم اعرف. لا في شيء بيتخبى عليا. فستانك الدولين ماله؟ الله مكتومه ليه؟ اوعى تلبخ. فستاني وانا حرة ان شاء الله حتى اعمله فوطة
معقولة والنرفزة ايه لازمتها؟ وهعمل ايه؟ غصبان ايه السبب؟ غصبان. ايه السبب؟ سيبني يا سيد، ولما اروق ابقى اسألني. قلت الجيران منهم لله، وبسألك ايه الأسباب؟ ايوه السؤال ده محرمش. الأدب يبقى له جواب. اسمع يا سيد. لا أفتح واحدة. لك حق والله تسويني فايق من ورايق. فضلك أنا هسألك وتجاوبيني. ها، سين، قولي يا مجني عليكي، ايه اللي قطع فستانك؟ شافوكي لابساه حسدوكي ولا أردتي بسنانك؟ جي انت راح تسمع مني ولا تقوز وتهرج؟ انا اصلي جد. يا الشيخ، طب قولي يا اخت اما اتفرج. الست نورة اللي وجات لي خدت مني الفستان وشنطتي وجزمة وشراب. دول بس؟ بس ازاي؟ في تاني، شرب وجوانتي ياباني. ما قدرتش اتأخر عنها، دي جاية بيتي وقصداني. وبس دول اللي خدتهم؟ هما اللي طلبتهم بالذات. ومادام خدتهم بالجملة هتردهم لك على حلقات. بعتلي فستاني مهلل. ايه؟ ما قدرتش اتكلم برضه. قلت لها ايه؟ شكرا طبعا، امال انا هقبل عوضه؟ بقى تدي فرصة الإنسان تظهر في طوب غير مظهرها. من طيبتي قلت دي غلبانة، مرضتش اكسر بخاطرها. بدل ما تديها ملابسك من رجلها لحد شوشتها كانت تبعتك انت الحفلة وهي تستنى في بيتها. يعني جزاتي. دلوقتي سمعتوا ندمات وعرفتم مين الغلطان. دلوقتي سمعتوا ندمات وعرفتم مين الغلطان. طبعا هو ابدا هي فوزي المحقوق 100%. انت يا سهير مش طبيعية. بالعدل عشان نحكم بينكم نقابلكم في الحلقة الجاية ونشوف مين فيكم الغلطان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد اوعش يا مستمعين، خليكوا شاهدين. سيد هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد، دي مسائل عائلية. انا لازم اقول. ده انا اللي هقول وحلفت لاقول. الأكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. بتقفلي التلفزيون ليه؟ دماغي وجعت، انا ناقصة. لكن انا مزاج اتفرج. هو انت عاجباك الرقصة؟ الرقص يا سلام، فن جميل. لا يا شيخ، وبرضه بتقولها مبسوط وقاعد ومبحلق للشاشة وعينيك هتاكلها. ايه بتغرق حتى من الشاشة؟ بلاش يا ست نبصلها. مش احسن؟ يوه انا هلبس وانزل. والسهرة فين هتقضيها؟ رايح لماما. ماما ولا وراك مواعيد ونسيها؟ جايز. نعم. الاولاد نايمة ما تزعقيش لا نصحيها. طب خروج ما انتش خارج، دي كلمتك؟ يا تمشيها يا امشي انا قبل ما تنزل، واحلف ما بيتقلك فيها. هتحلفي عليا يا سهير؟ ده انت كده زودتيها. ازاي اقول الكلمات؟ ما اعرفش لكن قلتيها. سامحني، اصل اما اتنرفز بقول حاجات ما ادراش بيها. مين يا ترى على الباب؟ حذر. قومي افتحي الاول قومي. ما تفتح انت، يكون راجل. دي رنة رقة وحريمي. وحشان يا سهير وحشان. بالاحضان بالاحضان. خطوة عزيزة يا حبيبتي. سلم يا سيد. أقدم لك ميرفت صديقتي وزميلتي. يا ألف أهلا. أهلا بيك. أزعجتكم؟ أزعجتينا؟ ده كأننا كنا في ضلمة والبدر نور وسطينا. سيد لطيف قوي. ميرسي. سيد تسمح تسيبنا لوحدينا؟ لا هقول لكم نكتة. أسفين، خليه يقول ويسلينا. كان مرة واحد. ها وبعدين؟ مش عايزة واحد ولا مرة. قوم افتح انت التلفزيون يا تقوم بقى تسهر بره. ما كان كده من الأول يعني جزاتي. دلوقتي سمعتوا ندمات وعرفتم مين الغلطان. دلوقتي سمعتوا ندمات وعرفتم مين الغلطان. طبعا هو أبدا هي فوزي المحقوق 100%. أنت يا سهير مش طبيعية. بالعدل عشان نحكم بينكم نقابلكم في الحلقة الجاية ونشوف مين فيكم الغلطان.